من الأمور السيئة في عالم كرة القدم مع انتشار السوشيال ميديا وانتشار الصحف الإلكترونية وقوة الإعلام صار بالتأثير على كرة القدم، اللي هي برأيي الشخصي إشي بسميه مقارنة التعويض. يعني لما يكون عندك لاعب نجم أو كبير أو بيقدم مواسم أسطورية وبيقدم مردود طيب كثير وقدم إنجازات عالية، فبيقرر يعتزل أو يترك الفريق أو ينتقل لفريق آخر إلى ما هو أو ينصاب أو أي شيء يعني. فهون طبيعي النادي يتجه للاعب معين، فبتبلش هون مسألة مقارنة التعويض، إنه فلان من اللعيبة جاي يعوض فلان، أو فلان من اللعيبة لازم يكون بنفس مردود فلان او بنفس انجازات فلان. فمثال لما يكون عندك مثلا ليونيل ميسي وتجيب لاعب مكانه، من الصعب التعويض يعني، مش اشي سهل. لما كان عندك نيمار وكان مثلا بدك تجيب مكانه، لما يكون عندك مثلا ماكليلي ومدريد قعد فتره طويله من السنوات وهو يحاول يعوض في مكان ماكليلي ومش قادر. كذلك برشلونه مثلا في الظهير الايمن مكان داني الفيش. فبدك تقيس على هاي وشوف قديش في صفقات فشلت وقديش صفقات انحطت تحت الضغط وقديش صفقات شو ما قدمت من مردود اعلى من مستواها راح تضل انت تشوفه ناقص. مثل اللي بيصير في جمهور برشلونه اللي عاصر الجيل الذهبي موسم 2009 2010 2011 مثلا. شوف اي لاعب بيجي بعديهم مش قادرين يعوضوه بنفس الاسلوب، مش بنفس الاداء والعطاء والقوه والانجازات، لا احنا بنحكي بنفس الاسلوب. مثلا خروج بيول مش قادرين يعوضوا بلاعب مكان بيول، خروج هي حاليا بوسكيتس شوف قاعدين بيحكوا مين بده يعوض بوسكيتس، خروج داني الفيش كذلك. كثير لعيبه طلعت، نيمار، مهاجمين مثل سواريز، صامويل ايتو، تيري هنري، كثير لعيبه طلعت وقاعدين بيحاولوا يعوضوا فيها ومش راح يزبط لانه ما بيجي لاعب يعوض مكان لاعب تقريبا. فهي مشكله. مدريد كثير مره في من بعض الفترات، بايرن ميونخ، مانشستر يونايتد، اغلب الفرق قاعد بتمر بهاي اللحظات لانه طلع في اشي اسمه مقارنة التعويض. يعني بالمختصر انك انت قاعد بتطالب في لاعب جاي جديد على الفريق او جاي على الفريق بنفس مستوى او بنفس الانجازات او بنفس الامور اللي عملهن اللاعب السابق او اللاعب القبلي. فهاي مشكله كبيره انا برايي الشخصي، ومشكله بتاثر كثير على اللاعب وعلى مردوده وعلى عطائه، وعلى اكيد اهم شيء انه تحط حاجز بينه وبين انه يتالق او انه يتاقلم مع الفريق بشكل كبير. وكثير لعيبه شفناها فشلت وانصدمنا انه فشلت. يعني ليش لاعب هذا فشل مع انه الاسلوب بنافسه، مع انه البيئه خص بانه ينجح فيها، مع انه وجب هاي الاعلاميه قويه، ولكن هاي الاعلاميه مرات بتكون ضغط كبير عليه بانك انت بتحطه تحت خانه التعويض، انه لازم يعوض اللاعب الفلاني مهما كان اللاعب الفلاني من اسم اللي قبله، مهما كان اللاعب مقدم انجازات بدك اياه يعوضه. فاعتقد هاي مشكله كبيره لاي لاعب بيجي على اي فريق موجود، كان ان كان محلي ولا عربي ولا عالمي. يعطيكم العافيه.